ما تشتغل، ما تبداش. ما تبداش لو انت ما عندك تشكك في حته انه الراجل ده صادق في اللي بيقوله. خلينا بقى اسالك سؤال، بما انك راجل ما شاء الله شاطر في المبيعات معانا في سيدرا ميديا وشايل الاداره على كتفك وعامل معانا شغل محترم، بتتعامل ازاي مع العملاء اللي بيقولوا لك بعد بقى الماركتنج بروبوزال والاجتماعات والكلام ده، نور يلا نشتغل بس انا مش هحول لك فلوس دلوقتي؟ بتتعامل معاهم ازاي؟ طيب خلينا دلوقتي نقول الموضوع من حته تكنيكال، المفروض ايه اللي يبقى بيحصل واللي بيحصل على ارض الواقع. اوكي خلينا متفقين ان في حته البيزنس ديفلوبمنت او حته السيلز، فكره الكاش كولكشن، ان انت تكولكت الكاش صعب. اوكي العميل ده متاخر في الدفع، العميل ده عايز يدفع لما يشوف شغل، العميل ده عايز يقسط. بالظبط. ففكره الكاش كولكشن دي بتبقى مرحله بعد المبيعات، هي اصلا ليها بروسيس ولازم يبقى ليها استراتيجي، وعارفين ازاي هنحصل وعارفين ايه التيرمز اللي نبتدي نحصل بيها صح. مع العملاء. اكشن الموضوع من وجهه نظري معتمد دايما على خبره البني ادم. لو ما بتعرفش تقرا البني ادم اللي قدامك ده هيعمل لك مشاكل كتير جدا. اوكي واكشن ده حصل علم فراسه ده. علم فراسه جدا. فلو انت ما بتعرفش تقرا الشخص اللي قدامك، اكشن انت اللي علمتني الموضوع ده، يعني انت اللي جيت قلت لي لا فعلا. انا كان بيجي ديلز مثلا مشروع براندنج كبير، ناس محتاجه شغل هياخد مثلا مننا شهر او اكتر، الناس بتقول انا محتاجه اشوف الشغل وبعد كده لو عجبني ادفع. انا بالنسبه لي ببقى اللي هو حاط ايدي على قلبي، بس لا لما دخلت معاك ميتينجز كذا مره لقيت ان الموضوع، انت حتى قلت لي لازم تعرف تقرا الشخص اللي قدامك. لو انت متشكك فيه هو ما تكملش، ولكن لو انت فعلا مع الخبره ومع الاكسبيرينس شايف ان الشخص قدامك ده صادق، وحاجه هي حاجه مش سهله، حاجه مش سهله خالص، ستيل يعني انا بقع فيها لحد دلوقتي. اوكي مش ما تشتغل، ما تبداش لو انت ما عندك تشكك في حته انه الراجل ده صادق في اللي بيقوله.